السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة بلبل فور، إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على 4 لاعبين شاركوا في كأس إفريقيا خارج حسابات تونس مع صبري اللموجي في الفترة القادمة. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لايك للفيديو واشترك القناة وخلونا نبدأ. طبعا الخبر هذا باش يكون حسب موقع وين وين تحديدا الصحفي التونسي نزيه الكرشاوي المهتم بتفاصيل المنتخب التونسي. خلينا نشوف مع بعضنا المقال هذا. تشير المعطيات الأولية إلى توجه الإطار الفني الجديد لمنتخب تونس نحو إحداث تغييرات على مستوى القائمة قبل المعسكر الإعدادي المقرر في شهر مارس المقبل. كما نعرفوا عنا معسكر مارس في زوج مباريات باش تكون مباراة ضدها فريق حياتي، المباراة الثانية باش تكون إن شاء الله ضد المنتخب الكندي في كندا. المباراة هذه باش تلعب، وإن شاء الله المباراة الأولى باش تكون يوم 28 مارس، المباراة الثانية يوم 31 مارس، والذي يتخلله لقاءان وديان أمام غاياتي وكندا في كندا استعدادا للاستحقاقات القادمة. وبحسب مصادر خاصة لموقع وين وين فإن 4 لاعبين سبق لهم تمثيل المنتخب التونسي في كأس أفريقيا الأخيرة بالمغرب باتوا قريبين من الخروج من حسابات المدرب صبري اللموشي بعد أن كانوا ضمن اختيارات المدرب السابق صبري سامي الطرابلسي. باه نشوفوا مع بعضنا الملاعبية هذوما 4 لاعبين خارج حسابات صبري اللموشي. ويتعلق الأمر بالمدافع نادر الغندري المنتقل حديثا من نادي أخامات الروسي إلى السويحلي الليبي، إضافة إلى الظهير الأيمن محمد بن علي. بالنسبة للمدافع نادر الغندري أكيد يعني حاليا أو عنده فترة كبيرة وهو متراجع، يعني مستواه متراجع، حتى الأندية اللي يلعب فيها قاعد يتراجع في نوعية الأندية والدوريات اللي يلعب فيها. ما نتصورش إنه ملاعب من الدوري الليبي باش يكون موجود في قائمة المنتخب التونسي. بالنسبة للاعب الثامن محمد بن علي، صراحة كيف كيف نمشي معاه في الاختيار هذا. ولاعب الوسط حسام إتقا. بالنسبة للوسط عنا برشا ملاعبية في الوسط، يعني حسام إتقا ما ينجمش يشكل إضافة كبيرة. فما حنبع المجبري، فما أنيس بن سليمان اللي قدم في فورمة كبيرة، فما الياس الصخيري، فما راني خضيرة الوافد الجديد للمنتخب التونسي. هذوما نتصور باش يكونوا يعني في القائمة الأساسية أو في التشكيلة حتى الأساسية للمنتخب التونسي. زيد عليهم بعض الملاعبية اللي ممكن يكونوا في الاحتياط. باهي بالنسبة للاعب الثالث أو اللاعب الرابع، وكلاهما من الترجي الرياضي التونسي، فضلا عن جناح نادي الشمال القطري نعيم السليتي. نعيم السليتي كذلك ماهوش باش يكون موجود في قائمة المنتخب التونسي القادمة. الحقيقة نشوف إنه القائمة يلزمها تمتد لأكثر من 4 ملاعبية هذوما. فما برشا ملاعبية ما يلزمهمش يكونوا موجودين في المنتخب التونسي. نبدأ بياسين مرياح واللي ماهوش يقدم في إضافة حتى مع الترجي الرياضي التونسي. يعني مع الترجي الرياضي التونسي شفناه في آخر فترة، حتى في المباراة اللي تعادل فيها الترجي أو تقريبا خسرها، اللي كانت ضد استاد مالي تقريبا، اللي تسبب في هدف مباشر. يعني شفنا برشا أخطاء تقريبا. ياسين مرياح ديما يعمل في الأغلاط ضد الفرق المالية وضد منتخب مالي. ما عليناش، المهم ما عندوش بلاصة في المنتخب التونسي في الوقت الحالي. اللاعب الثاني اللي مثلا ما ينجمش يكون عنده بلاصة في المنتخب التونسي واللي هو الفرجاني ساسي. والفرجاني ساسي وما أدراك ما الفرجاني ساسي. الفرجاني ساسي بكل صراحة يعني عرفت، يلزم ما ينجم يكون عندك جيل جديد، جيل يعمل حاجة، جيل يعني قادر إنه يوصل بعيد في المسابقات سواء الإفريقية ولا حتى العالمية، كيف كأس العالم ينجم يعني يترشح للدور الثاني. هو برشا ملاعبية يعني تحسهم وجوه فشل، كما الفرجاني السياسي ما يلزمهمش يكونوا أصلا موجودين في المنتخب التونسي. مش حتى باش يكونوا أساسيين، ما يلزمهمش يكونوا موجودين في القائمة بصفة عامة. يعني ما نتصورش انه وسطنا ما فيهوش ملاعبين للدرجة ان تخلي الفرجاني السياسي يكون موجود. ما شاء الله فما عنا برشا ملاعبية في الوسط اللي حكينا عليهم. حنا بعل، فما أنيس بن سليمان واللي قدم في مردود كبير، فما السخيري كذا. يعني فما وجوه أخطأنا منها المنتخب، أخطأنا منها في المنتخب التونسي وتجاوزتها يعني تجاوزتها الأيام وتجاوزناها المرحلة هذيك. يعني يزي منها. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. قبل ما تسكر الفيديو، كان اي واحد عنده راي، يعني عنده وجهة نظر اخرى او ملاعبي اخر زيدوا القائمة هذه، اكتبوا لنا في التعليقات. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.